حاجات مهمه جدا للناس اللي رايحه تتفرج على ماتش الاهلي وصن داونز في الاستاد. ركز معايا جدا في الكلام المهم ده وشير الفيديو ده لكل الناس عشان الناس كلها تفهم. اول حاجه لازم تكون فاهم كويس جدا ان انت رايح الماتش مش تتفرج، انت رايح عشان تشجع وتساند فرقتك وبس، لان صوتك وتشجيعك هو اللي هيضغط على المنافس وهو اللي هيكسبنا ان شاء الله، ومش بعيد كمان هو اللي يجيب لنا البطوله. تاني حاجه بالنسبه للناس اللي جايه من سفر بعيد، حاول تريح جسمك على قد ما تقدر لحد الساعه 7، لان من اول الساعه 7 لحد الساعه 10 انت مش هتسكت تماما. مش عايزين كرنفالات واحتفالات قبل الماتش وصور وفيديوهات، لا، عايزين صوتك يهز الملعب. طب لو مش حافظ الاغاني اسمع وردد وهتيجي معاك، الاغاني كلها سهله ومحفوظه. ماتش صن داونز ده ماتش رخم وصعب، وانتوا اللي في ايديكم تخلوا لعيبتنا تاكل النجيله. صفارتك تحاول تكمرها في اي حته وتخش بيها الاستاد، تكمرها في الشراب، تكمرها في البنطلون، تكمرها لا مؤاخذه حاول تخش بيها باي طريقه وهتعرف ليه. لعيبه صن داونز فرقه كويسه ومحترمه وبتعرف تمسك الكوره كتير